كل عام وحضراتكم بخير. عيد أضحى مبارك علينا جميعا وعلى كل الأمة الإسلامية. والعام القادم بإذن الله ربنا يرزقنا الوقوف بعرفات وحج بيته وزيارة قبر نبيه، ويا رب دايما كلنا في صحة وسعادة. عيد الأضحى اللحمة مهمة جدا، وسنة في عيد الأضحى وإن احنا نعمل أضحية وندي الفقراء وندي المحتاجين ونوزع على أهلنا ونتراحم بيها، لأنها غذاء مهم جدا للإنسان وللجسم البشري. طيب الدهون اللي موجودة في اللحوم أفضل في إن احنا نستخدمها في الطهي ولا الزيت والسمن اللي احنا متعودين عليه؟ الحقيقة الأول نعرف إن الدهون الحيوانية أفضل دهون على الإطلاق. الدهون الحيوانية اللي هي الشحوم الموجودة في دهن الحيوان، وكمان السمن البلدي اللي طالع من الألبان. الاتنين دول أهم كتير من الزيوت النباتية المستخلصة بالمذيبات أو بالعصر وغيره. دايما نعرف ان التركيزات اللي الزيت اللي موجودة في النبات بتبقى مفيدة جدا لو اخدت الحبة على بعضها. حبة الذرة اللي بكمية الزيت اللي موجودة في جنين الذرة، حبة القمح بالزيت اللي موجود في جنين القمح، احنا بنستخلصها وبنستخدمها في اكلنا، لكن وجودها في صورتها الطبيعية افضل كتير. نرجع بقى للدهون الحيوانية. الدهون بصفة عامة بتخلي اكلنا طعم جدا، بتأثر على تذوق الأكل، ومش كده وبس، وفيها 4 أنواع من الفيتامينات الدايبة مش موجودة غير فيها، مهمين جدا الأربعة دول. فيتامين ألف وده النظر وحاجات كتير جدا. فيتامين د، وكلنا النهاردة بنعاني لما ينقص فيتامين د العظم والأسنان والامتصاص الكالسيوم كله قليل. فيتامين كي والناس اللي بتعاني من عدم تجلط الدم وصحة الأوعية الدموية. فيتامين اي ومضاد الاكسده رائع جدا، ويعني نقول عليه انه هنا قاتل للامراض ومقوي للمناعه. الاربع احماض فيتامينات دول مش دايبين غير في الدهون، وعشان يدخلوا جسمي لازم يكون عن طريق الدهون الطبيعيه. طيب مع كل ده برضو ما عرفناش الحقيقه ان الدهون المستخلصه من النبات ان كان ذره او غيره بيبقى فيه مذيبات هي اللي بتستخلص بيها ده. إلا الزيتون بنعمله عصر على البارد، والزيت الزيتون طبعا نوافعه كتيرة جدا. لو عصر على البارد ويبقى زيت بكر ممتاز جميل جدا كده، ونقدر نستخدمه في كل حاجة، القلي وخلافه، ويبقى لونه أخضر مصفر وجميل، وكلنا عدنا عارفين الكلام ده. لكن الدهون الحيوانية أفضل أنواع الدهون هو والسمن البلدي، ان استخدمها في اكلي واعمل الصوص بيها ويتخلي الاكل طعم جدا، لكن فقط لاعتدال. زيادة كمية الدهون معناها ان حضرتك ممكن تعرض نفسك للسمنة فقط، بتاكل كمية سعرات حرارية اعلى كتير وتتخزن. لكن استخدمها باعتدال، مفيش افضل من كده ومفيش اشهى من كده. واحنا عارفين بقى الناس اللي عندها كبده او عندها الحاجات بتحب تشوح الكبده في الكلام ده والقلب في الكلام ده وتعمل صوص الخضار بالدهون، يا ريت ما نزودش عن القدر اللي يدينا طعم الاعتدال في اكلنا. تحياتي ليكم، ودايما يا رب في صحه وسعاده. انا فرحان معاكم، لأن المناسبات الدينية دي بتدي شعور بالراحة. ودايما يا رب أسمع عنكم كل خير. سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة.